عارف انت العلاقة اللي بتكون ما بين شخصين اللي هي بتنبني على صراحة ووضوح وبنحكي فيها لبعض احتياجاتنا وخصوصياتنا، وخصوصا العلاقات النفسية أو احتياجاتنا النفسية بتكون علاقة قوية بتستمر. آه، ما بنضطرش إن إحنا نستنى فترات عشان نعرف حاجات عن بعض أكتر، وما بنتفرهدش كتير. لأ، إحنا بنبقى عارفين كل حاجة عن بعض، وعلاقتنا بتكون علاقة واضحة وصريحة. ما بنضطرش إن إحنا قدام نكتشف حاجات عن بعض إن هي ممكن تضر علاقتنا ببعض، أو مثلا ممكن تخلي شخص من الطرفين إن هو مثلا يزعل من التاني، أو يشيل في قلبه حاجة وحشة من ناحية الطرف التاني. لأ، إحنا المفروض نبدأ كل علاقاتنا ببعض على وضوح وصراحة. أنا مثلا في حاجة، لو أنا عملت حاجة مثلا إنها تضر حياتي، لأ أنا ممكن أحكي لك عليها في الأول، وأنت تكون شخص متفاهم وتفهم إن أنا الحاجة دي عملتها وأنت ما كنتش موجود. أنت ما ينفعش تحاسبني على حاجة أنا عملتها وأنت ما كنتش موجود في حياتي. فأنا لأ، أنا هاحكي لك عليها من دلوقتي عشان أنت ما تجيش تكتشفها قدّام، والحاجة دي مثلًا تضر علاقتنا ببعض. لأ، أنا ممكن أحكي لك دلوقتي وأنت تتفهم الأمر وتتقبلها، عشان لو جيت قدّام حد قال لك حاجة عني أو أنت عرفت حاجة عني، فما تضطرش إن أنت تشيل في قلبك حاجة وحشة، أو إنها مثلًا تضر علاقتنا ببعض، أو ممكن طرف من الطرفين يبعد عن التاني. فلأ، إحنا لأ، المفروض نبدأ حياتنا وعلاقتنا ببعض بوضوح وصراحة من البداية. والله لو عملنا كلنا كده إحنا هنرتاح، حتى ما تكونش العلاقة مبنية على كذب، لأن العلاقة اللي بتنبني على كذب ما بتكملش وما بتكونش علاقة قوية. لأ، العلاقة اللي بتنبني على كذب بتبقى ضعيفة جدا ومهزوزة من ناحية الطرف اللي هو بيكذب أو مخبي جواه حاجة. لأ، إحنا المفروض نبدأ مع بعض عشان علاقتنا تكون إحنا خلاص بدأنا نبدأ حياتنا مع بعض وهنكمل مع بعض. فإحنا ليه إن أنتِ مثلًا بدال اديتيني فرصة إن أنا مثلًا نكمّل معاكِ، يبقى ما تخبّيش عني حاجة، أو إن أنا مثلًا أخبّي عنِّك حاجة، عشان علاقتنا تبقى أقوى وأنضج.